الموضوع دوت لو استخدمناه صح والوزارة استخدمته صح هنوفر وهتنقل مصر والتعليم في مصر لمنطقة تانية خالص، حاجة مختلفة في نظام التعليم لو طبقناه بطريقة جديدة. أو أنت طالب وبتبحث على معلومة ولقيتها بس مش فاهمها. احنا عارفين الطلبة هنا في مصر محتاج اللي يشاور له على المعلومة. الملف ده فهمني اللي فيه ايه. اسمع العظمة. شوية في موضوع هندسي يمكن مش بنفكر فيه كل يوم، بس هو مهم قوي. أهلا بيكي، وبالظبط كده. شوف الحوار بين اتنين بيشرحوا لك، والله العظيم اللي يقدر الموضوع ده يعني ياخده في منطقة تانية خالص. خلاص انا ولا محتاج لي دروس ولا محتاج الاي اي يعمل كل حاجة. الاي اي يعمل كل حاجة، يعمل لك الدرس، يجيب لك شرح ليه، يجيب لك اسئلة عليه، يطلع لك اسئلة وانت تحلها ويجاوب لك على الاسئلة دي. يا جماعة احنا بعيد خالص، يا جماعة احنا بعيد خالص، احنا بعيد. احنا فين في التكنولوجيا ديت؟ احنا دي مش بنستخدم الكلام ده ليه؟ وليه الناس اللي قائمين على الشغل ده والمسؤولين ما يتبعش الحاجات ديت؟ العالم كله شغال بالاي اي، كله شغال بالذكاء الاصطناعي. الكلام ده ما كانش موجود زمان، بس احنا دخلنا دلوقتي في مفترق طرق. عندك مشاكل، حل المشاكل بالطرق ديت، اطلع بره الصندوق اللي احنا فيه. خلاص المعلم خلاص المستوى بتاعه بينزل والطالب مستوى بتاعه بينزل وعندنا مشاكل كبيرة جدا، وعندنا فصول مليانة عيال وما عندناش مدارس كتير. احنا عندنا مشاكل، فين الحلول؟ هي ده حل بره الصندوق. ليه انت تفكر في حاجة زي كده؟ حتى تبتدي بمادة مادتين بقى في وسط المناهج بتاعتنا من أولى ابتدائي لحد الدراسات العليا نشتغل بالطريقة ديت. احنا فين من الذكاء الاصطناعي؟ في النهاية سلام.